طاجين الموسكوتشو ولا الموسكوتشو صالي، هاد الوصفة اللي راهي دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. قلت نجربها، إذا عجبتني رايحة نبارطاجيها معاكم، إذا ما عجبتنيش ما نبارطاجيهاش. صدقوني بنة عظيمة وبمكونات اقتصادية. أول حاجة نصلي ونسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وبسم الله نبداو. حكمت نصف صدر دجاجة تكون متوسطة، قطعته شرائح، حطيته في لاشوار، زدت له 4 حبة نتاع البصل وثلث سنينات نتاع الثوم، ورايحه نحط له التوابل، لان التوابل تاع الدجاج وهذو كل وحده راهي تتحكم في التوابل اللي مرفا تخدم بهم. حطيت كميه مليحه من المعدنوس، شويه من توابل الدجاج، شويه فلفل الكحل، شويه ملح، وزدت لهم بيضه متوسطه الحجم، خلطتها مليح وحطيتها على هاد المكونات. نقفل لاشوار تاعي نحي مليح، ومن بعد نزيد 2 مغارف نتاع الخبز المرحي والمدقوق هكا كما راكم تشوفوا، ونزيد نعاود نرحيه. وفي هذه المرحله نكون خلصت حضرته، نجيب شويه زيت ندهن به يديا ونبدا نكور في الكريكبات نتاعي تاع هاد الكفته. الكريكبات هادو لازم يكونوا صغيرين، ما ديروهمش كبار، باسكو من بعد رايحين نحطوهم في المول نتاع المسكوتشو. اعدلوا مليح، اعدلوهم وديروهم، حاولوا ديروهم عينكم ميزانكم يكونوا متساويين في الحجم كما راهي توري لكم الصور. اللي عندها ميزان وما تقلقش تستعمل الميزان، اللي ما عندهاش ميزان يعني تقدر عينها ميزانها وديرهم كامل قد بعضهم. نتمنى من كل وحده وصلت لهنا ما تنساش دير لي جيم وتدعمني لانها قناه جديده، وما تنساش تبارطاجي الوصفه مع حباباتك، وزيدي ديري طله على القناه بالك تلقاي فيديوهات يعجبوك. لهنا بعد ما حضرت كامل الكفته تاعي واش رايحه ندير، رحت جبت لا كوكوط اللي رايحه نطيب فيها لا صوص بلونش تاعي. حطيت فيها كميه مليحه نتاع الزيت، مش بزاف ومش قليله، حكمت نقلي فيها. حطيتهم كي تحسوهم باللي بداو يحكموا روحهم شويه، يعني بداو يطيبوا شويه، يا اما تحركوا بالملعقه الخشبيه ولا تحركوا لا كوكوط كامله، يعني تحركوها هكا رايحين يتحركوا الحبات هذوك. شوفوا كيما راني ندير، زيدوا خليوهم يطيبوا على الوجه الاخر، وزيدوا كيف كيف حاولوا تحركوهم حتى وين تحسوهم باللي بداو ياخذوا هذيك التحميره الخفيفه، برك ما تحمروهمش بزاف. على قد ما يتحمروا بزاف على قد ما تبس هذيك القشره اللي من الفوق، يعني رايحين يجيوكم الحبيبات شويه يابسين. ماذا بكم ما تحمرهمش بزاف، يعني ما تحرقوهمش. ونكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه كامل اللي عندنا. بعد ما نكملوا الكميه اللي عندنا واش رايحين نديروا، رايحين نقصوا من هذاك الزيت اللي قلينا فيه، رايحين نقصوا من هذاك الزيت اللي قلينا فيه، نخليو كميه قليله، نضيفوا عليها حبه تاع البصل ونزيدوا عليها شويه نتاع الثوم يعني 2 سنينات بزاف يكفيونا. لهنا نخليوها تكتك شويه. ومن بعد واش رايحين نضيفوا كميه مليحه نتاع الزيتون اللي كنا كيما انا شخصيا حطيته في شويه ماء مع شويه نتاع فرينه مده نصف ساعه، وبدلت مره اخرى زدت نشفته وشللته مليح، وزدت عاود حطيته في الماء والفرينه رايحه يفقد هذيك المروريه والملوحيه نتاعو. زدت له وريقه نتاع الرند، وحطيت شويه من توابل الدجاج اللي استعملتهم كي كنت نتبل في الدجاج، فلفل الكحل، وزدت شويه توابل الزيتون، وعندي شويه نتاع الملح. لهنا نخلط هاد المكونات كامل ونخلي هذيك البصله تاعنا حتى تتكرمل ويتبدل اللون نتاعها، يعني رايحه نغطي لا كوكوط نتاعي ونخلي حتى تتكرمل البصله كيما راهي توري لكم الصور. نقفلوها ورايحين نستناوها حتى تكرمل. بعد ما تكرملت البصله نتاعنا نديروا لها تحريكه خفيفه هكا باش ما تلصقناش في القاع نتاع الكوكوط. واش رايحين نديروا، رايحين نجيبوا كميه من الماء رايحين نمرقوها بها. لهنا لاستيوس باش تجيكم لاصوص تاعكم بنينه، ما لازمش تكثروا الماء، ديروا كميه قليله من الماء ونقصوا بزاف الملح، نقصوا الملح على قد ما تقدروا. لهنا كميه قليله تاع الماء ورايحه تنشف، يعني ما تحتاجوش الكميه كبيره نتاع الماء. بعد ما مرقت بالماء رايحه نضيف هذوك الكوريات اللي قليتهم وخليتهم بجنب حتى قطروا شويه من هذاك الزيت وضفتهم مع الزيتون. بعد ما نضيفهم واش رايحه ندير، رايحه نقفل لا كوكوط تاعي مده 10 حتى ل 15 دقيقه،
ومن بعد نحل عليه لا كوكوط، رايحين تحصلوا على نتيجة يعني يجي لابي، يجي خاطر، يجي بزاف بزاف بنين. نركز لكم ديما لان تنقصوا شويه نتاع الملح، نقصوا الملح هكا باه ما تجيكمش لاصوص البيضاء يخي على بالكم بها، لازم تجي خاطره، وكي تجي خاطره على قد ما تحطي بزاف الملح رايحه تجيك مالحه، يعني حطي عينك ميزانك. من بعد ما تجيك مسوسه كي تقدري تزيدي لها شويه نتاع الملح. من جهه اخرى واش حكمت 4 حبات نتاع البطاطا، قصيتهم مكعبات وقليتهم في الزيت، ومن بعد خرجتهم وحطيتهم في البابي ابسوربون كيما راهي توري لكم الصور، وخليتهم يتشربوا هذاك الزيت باش يروح لهم، باش ما يجيناش الطبق تاعنا يقهم. صدقوني هذا الطبق يجي بزاف بريزونطابل، وتقدروا تستعملوه يعني حتى للضياف مع ضيافكم كي يجيوكم. البطاطا هذيك حطيت عليها كميه مليحه من المعدنوس، حطيت لها 4 بيضات كيما راكم تشوفوا، زدت لها شويه نتاع الفلفل الكحل، نزيدوا لها حاجه قليله نتاع الملح. واذا قليتيها وحطيتي لها الملح في هذه المرحله ما تحطي لهاش الملح، خليها لهنا. نخلطوا شويه هاد المكونات ورايحين نزيدوا شويه نتاع حليب، قيس 2 مغارف نتاع الحليب، ومن بعد نحطوا ملعقه تكون شويه معمره نتاع الفرينه، وزدت حطيت شويه ملح لاني البطاطا تاعي كي قليتها مسوسه ما حطيت لهاش خلاص يعني الملح. نخلطوا هاد المكونات ونجيبوا المول نتاعنا، نجيبوا ورق الطهي، انا حكمت سردته وعجنته مليح هكا باش نقدر نتحكم فيه، وحطيته على المول تاع المسكوتشو. حاولوا تسويوه برك على قد ما تحطوا الخليط رايح يتقال ورايح يهبط، يعني مش رايح يتعبكم. نقسموا الخليط اللي حضرناه على 2 بكميه متساويه، حاولوا تكون كميه متساويه هكا باش يجيكم الطبق من بعد يجيكم في الشكل تاعو راقي ويجيكم مليح كي تقدموه. حطوا نصف الكميه هي الاولى كطبقه اولى، ومن بعد واش رايحين نزيدوا، رايحين نضيفوا كميه من الجبن، رايحين نرشوا شويه نتاع الجبن باش يجينا بنين. الجبن اللي هنا قطع، تقدروا تحطوه حتى مع البطاطا والعظام كيما حطيتوه، لكن انا فضلت اني نديرو في الوسط نتاع المول نتاعي هكا باش يجيني بنين. ونجيبوا هادوك الكفتات ولا الكريات نتاعنا ولا الحبيبات نتاع الدجاج، نحطوهم كامل ونستفوهم، واللي يبقاو من بعد رايحين نزينوا بيهم. حاولوا ما تشحوش في الكميه نتاع هذوك الكويرات تاع الدجاج نتاعنا هكا، من بعد باش نقطعوه ولا تجينا بزاف الكميه باينه ويجي بريزونطابل، يعني تقدري تقدميه حتى للضيوف نتاعك، ولا تقدري ديريه حتى طبق للشهر الفضيل اللي خلانا ربي من اهل الدنيا. ولهن بعد هذه المرحله نزيدوا شويه نتاع الجبن، انا جاتني شغل حطيت حاجه قليله رايحين نكثروا. لهنا في هذه المرحله تقدروا ميم تحطوا الجبن المبشور، راه يعطيكم بنه على بنه، وعلى قد ما كانت نوعيه الجبن مليحه على قد ما يجيكم الطبق تاعكم بزاف بنين وبزاف هايل، لانه هذا الجبن راح يعطيه بنه على بنه. ومن بعد نكملوا نغطيو هاد الطبقه بالكميه اللي بقات لنا نتاع البطاطا هذيك اللي مخلطه بالبيض وبالمعدنوس وبالتوابل، واللي زدنا لها شويه نتاع الحليب مع شويه نتاع فرينه. كيما راهي توري لكم الصور. حاولوا تستفوهم بالملحقه، سويوه مليح هكا باه ما تجيكمش جهه طالعه وجهه هابطه، ومن بعد كي تحطوه في الصحن ما يجيكمش مايل. حاولوا تسويوه قدر المستطاع، عدلوه مليح. ومن بعد لهنا في هذه المرحله راني بقت الفور تاعي على 180 درجه. بعد ما سخن الفور تاعي 20 دقيقه دخلت هذاك المسكوتشو تاعي، يعني ما طولش بزاف، كل شيء فيه طايب ما طولش، يعني واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه ماكسيموم. انا الفور تاعي بقت من التحت ومن بعد من الفوق، ومن بعد زدت حمرته من الفوق ونحيته. لهنا نحيته قلبته في الصحن كيما راكم تشوفوا، ونحيو هذاك البابي كويسون رايح يطير لكم بكل سهوله، خاصه اذا كنتو دهنتوه بشويه نتاع الزيت. شوفوا الطبق تاعنا المسكوتشو مالح ولا المسكوتشو صالي اللي راهو داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. ننصحكم تجربوا هذا الطبق، راهو بزاف بزاف بنين، خاصه بهذا المرق الابيض مع الزيتون. واللي ما عندهاش الزيتون تقدر تستعمل جلبانه، ما عندكش الجلبانه
تقدري ديري شوية نتاع الحمص، ما عندكش الحمص ديري شوية نتاع الشامبينيون، يعني عندك بزاف بزاف حوايج تقدري تستعمليهم. شوفوا الطبق تاعي لهنا حطيت في الوسط شوية نتاع الزيتون مع شوية نتاع كريكبات هادوك نتاع الدجاج اللي حطيتهم في الثقبة هذيك نتاع المسكوتشو، زينتهم بشرائح خفيفة نتاع الليمون، وزدت دورت هذاك الزيتون بكامل الطبق نتاعي. جا طبق من أروع ما يكون، عجبهم بزاف. نتمنى كامل تجربوا هاد الوصفة، ونتمنى كامل تنال إعجابكم، ونتمنى من كل وحدة جربت الوصفة وعجبتها تخلينا كومنتير تقولنا زي ما جاتها الوصفة، واسكو عجبتها ولا ما عجبتهاش، لأنه هذا الطبق دار ترند كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. حبيت نجربه معاكم وكانت نتيجة رائعة، صدقوني جربوها ما رايحينش تندموا. لهنا قبل ما تبداو يعني تقارنيو في هذا الطبق نتاعكم وتزينوا فيه، حاولوا تقطعوا المسكوتشو تاعكم الى قطع تسهلوا الاكل، ومام يعني اللي تحبي تقدمي تكوني ديجا قطعتيه تقدمي بسهوله. شوفوا الطبق تاعنا بزاف جا رائع، نتمنى تجربوه. في اخر الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم ابقاو على خير وتهلاو في روحكم، الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفة بنينة، ورانا ديما في الكوزينة.